حبايبي اهلا بكم تاني في مطبخ ميمو المتواضع. معانا النهارده منيو حلو هيعجبكم ويا رب ينول اعجابكم. هو جناحة فراخ مشوية وبيطلع معاها بطاطس محمرة لأول مرة بقدمها لكم النهارده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدأ في المنيو أرجوكم شير وتعليق واشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وقبل ما نبدأ ونشوف المنيو بتاعنا مع بعض نذكر الله ونصلي على النبي. يلا بينا. طيب نشوف المكونات بتاعتنا مع بعض. زي ما قلت لكم جناحة فراخ اهيت مغسولة كويس جدا ومتنضفة ومنقوعة في المية لمدة ساعة بالظبط بالخل والليمون. البطاطس دي بطاطس مسلوقة يا جماعة، بس في ملحوظة مهمة أوي في البطاطس اللي هعملها النهاردة، يا ريت نخليها بقشرها. هي بتبقى قبل ما تتسلق بنغسلها كويس جدا وبننضفها وبنعملها بقشرها كده زي ما انتم شايفين. ماشي. طيب ايه المكونات او التوابل اللي معانا؟ توم بودرة، فلفل اسمر، روت بابريكا اللي هي البابريكا الحمراء البودرة، الصويا صوص دي ما بتخلاش من مطبخي ضرورية جدا، ومعانا بقدونس جاف وملح وزبدة هنحتاجها برضو، عسل، كاتشب، ومعجون الخردل. يلا نبدأ بسرعة في المنيو عشان وقت الحلقة. بنعمل ايه؟ بنجيب طبق غويط كده زي ما انتم شايفين. ماشي. وبنقوم نازلين في بالفراخ بتاعتنا، جناحة الفراخ كلها في الطبق كده. انا عامل النهارده كميه عشان دي الاكله المحببه للاولاد وكمان عازمين صحابهم عليها. وخلوا بالكم بقى من الخطوات دي. بننزل بالروت بابريكا البابريكا الحمراء اهي، وبعد كده بننزل بالفلفل الاسمر، فلفل اسمر خشن، فلفل اسمر ناعم اللي عندنا. وبعد كده بننزل بالملح. يبقى انا نزلت بالفلفل الاسمر والملح والروت بابريكا. تمام كده. وبندعك ده كله في بعضه. طيب حبايبي، دي جناحة الفراخ بعد ما تبلناها بالملح والفلفل الاسمر والبابريكا الحمراء بقى شكلها كده. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب صاج عندنا في البيت وبنحط في الارضيه بتاعته شويه زيت وبنقوم نازلين بجناحة الفراخ كلها. ماشي اهي، وفردينها كده في الصينيه. ما بخلطهاش مع الزيت ليه؟ عشان كل ما سخنت في الحراره بالفرن كل التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ ديت، جناحة الفراخ بتنزل في قعر الصاج، فانا مش عايز كده. انا بفردها بس في الصينيه كده وخلاص زي ما انتم شايفين. ماشي اهو. وبحطها في الفرن على درجه حراره 180 وبشويها من فوق ومن تحت، هنقول لمده ساعه، من ساعه لساعه ونص بالكتير. تمام كده. طيب حبايبي، ودي اهم حاجه بقى هنعملها، ركزوا فيها قوي. دي الصوص اللي هنحطها على جناحة الفراخ في الاخر. بنجيب طاسه كده صغيره، بنحط فيها معلقتين 3 من الزبده زي ما انتم شايفين، ونقوم نازلين بالروت بابريكا اهي، ونقلب، ومعاها الكاتشب اهو، ونقلبه برضو. الصويا صوص اهي، يبقى احنا حطينا الزبده الكاتشب الصويا صوص اهو. دي التتبيله او الصوص اللي هنحطها على جناحة الفراخ في الاخر. وبننزل باللي هو البقدونس الجاف، لو عندنا برضو صابح مفيش مشكله اهو، بس انا عشان الوقت والسرعه. وبنقلب ونازلين بالعسل. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، ما بنكترش في العسل عشان ما اللحمه او الفراخ ما تبقاش مسكره اهو. وبنقلب عشان ما تتحرقش
بننزل بالثوم بشوية فلفل أسمر، شوية كزبرة ناشفة، وفي الآخر بنقوم نازلين بليمونة. اه اه آسف، نسينا اللي هو المعجون بتاع الخردل. معجون الخردل موجود عندنا ماشي، مش موجود مش إشكال، ما نصعبش على نفسنا الحاجة. اه ونقلب. طيب، وديت تبقى الصوص اللي هنحطه على جناحة الفراخ بعد ما تطلع من الفرن. طيب حبايبي، هنا جناحة الفراخ بعد ما خلصت أو بعد ساعة حطيناها في الفرن، بنطلعها وبالصوص اللي احنا حضرناها وبنمشي عليها كده اهي اهي، زي ما انتم شايفين كده، على نفس الناحية اللي احنا حطيناها في الأول خالص ورصيناها بيها. ماشي اهي. وبنجيب فرشة وبنمشيها بيها كده على جناحة الفراخ كلها زي ما انتم شايفين كده. بنمشيها عليها كلها اهي، وبندخلها الفرن تاني. طيب دلوقتي هنيجي للخطوة الأخيرة واللي هي البطاطس المحمرة. جبنا طاسة كبيرة وحطينا فيها زبدة، مش زيت، زبدة، وبنقوم جايين نازلين بالبطاطس بتاعتنا اهي، كلها في قلب الطاسة. وخلوا بالكم بقى من الخطوات ديت. فلفل أسمر، لو ما عندناش خشن ناعم برضو ماشي الحال اهو. ملح، خلي بالكم من التوابل ديت، التوابل ديت أهم حاجة. كزبرة، دي فكرة جديدة أوي خالص يا جماعة، البطاطس المحمرة هتعجبكم والله. توم، بس لازم تتحمر في زبدة مش في زيت. نزلنا بالثوم وبنقوم نازلين بالبقدونس الجاف، ولو ما عندناش جاف يبقى البقدونس اللي هو الصابح بتاعنا مفيش برضه مشكلة، وبنسيبها تتحمر في الزبدة. طيب حبايبي، ودي أجنحة الفراخ قلبناها وبرضه عملنا عليها بالصوص على الناحية التانية، ها، وهندخلها برضه الفرن تاني لمدة 5 دقايق. طيب حبايبي، ودي جناحة الفراخ بعد ما شويناها. شفتوا البطاطس طالعة شكلها عامل ازاي؟ يا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات طعمها عامل ازاي، لما شكلها كده يبقى طعمها عامل ازاي. يلا ندوق مع بعض. يلا، بسم الله.
خطيره. شوفوا مستويه ازاي من جوه. جناحة الفراخ برضو مستويه ازاي اهي. شويه كاتشب، بسم الله. ملهاش حل. وديت كانت نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى لو كان المنيو عجبكم فما تبخلوش عليا باشتراككم وتعليقاتكم عندي في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.